اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اخواتي الغاليين، النهارده هنعمل مع بعض كده حاجات موفره، توفر معانا في الفطار، توفر معانا في العشاء. المهم ان هي هتوفر معانا خالص يعني. وزي ما انتم عارفين دلوقتي الدنيا غلا، فلازم نعمل حاجات كتير في البيت عشان نوفر. فالنهارده كده هنعمل مع بعض كم اكله كده يوفروا معانا، سواء للفطار او للعشاء. زي ما انتم شايفين طبعا هنعمل الفول المدمس. طبعا مفيش بيت مصري يستغنى عن الفول المدمس، في الفطار او في العشاء. وهنعمل مع بعض بليله. ده كيلو فول يا بنات، كيلو فول. ده نص كيلو جمح، نص كيلو جمح. وده كمان وهنعمل مع بعض الطعميه. وهنعمل مع بعض الطعميه في الخلاط، سهله وسريعه، وهتبقى ناعمه وهشه وحلوه، وهتوفر معانا كتير. زي ما انت شايفه برضو ده كيلو. ده كيلو فول مدشوش بتاع الطعميه، يبقى كيلو فول مدمس وكيلو فول مدشوش. والبليله تنفع في الفطار او تنفع كتحليه بالليل في العشاء. هنعمل والبليله نص كيلو. دلوقتي الفول هنبدأ بالفول كده، بسم الله. الفول هنحط عليه ايه؟ هنحط عليه معلقه كبيره بابريكا وطماطمايه، وهنحط عليه شويه قليلين كده من الايه، من الفول بتاع من الفول بتاع الطعميه فقط كده، لا غير يا بنات، مش هنحط حاجه تاني. هي الطماطمايه ومعلقه البابريكا وشويه فول مدشوش، وفي ميه بتغلي على النار ننزل بيها بالفول والطماطم والبابريكا، ونسيبهم يغلوا. بعد ما تاخد 10 دقايق على النار نبدأ نوطي عليها ونسيبها لغايه ما تطيب. بعد كده ارجع له. كده الميه غليت على النار يا بنات، نزلت بيها بالفول ومعلقه البابريكا والطماطمايه زي ما انت شايفه مقطعها 4 كده، ونزلت بيها. العين ده على الوش البابريكا يا بنات. طبعا الميه كانت بتغلي لما نزلنا بالفول والبابريكا، فهديت الميه شويه. لما نزلنا بالفول والطماطم والبابريكا هديت شويه، هتبدا نغطيها وهترجع تغلي تاني. هنسيبها كده تغلي مع نفسها 10 دقايق، ربع ساعة على نار عالية. بعد كده ابدأ اوطي عليها كده شمعة زي الفول، زي الرز يا بنات. تخليها على نار هادية خالص زي الرز وتسيبيها مع نفسها. انا دلوقتي هغطي الحلة واسيبها تغلي 10 دقايق ربع ساعة. بعد ما تغلي حلو هرجع اوريها لك، وبعد كده اسيبها على نار واطية. خليكم معايا، هنعمل الطعمية والبليلة، خليكم معايا. دلوقتي كده يا بنات هنعمل البليلة نفس خطوة الفول، نفس الحكاية. هنحط مية بتغلي على النار وهننزل عليها بالبليلة ونسيبها تستوي. في الاول على نار عالية، بعد كده توطي عليها او على نار متوسطة براحتك. كده ايه، برضو نفس النظام زي ما قلت لك، مية مغلية على النار وننزل بالبليلة ونسيبها برضو هي مع الفول كده. كده الفول على عين والبليلة على عين. دلوقتي نشتغل في الطعمية عشان ما نطولش عليكم. في ناس بتسميها طعمية وفي ناس بتسميها فلافل، على حسب ما تسموها. المكونات اللي هنحطها معاها، دي ربطة كزبرة خضراء، ربطة كاملة كزبرة خضراء. ربطة كرات. طبعا احنا مقطعين الكزبرة حتت صغيرة زي السلطة، والكرات نفس الحكاية حتت صغيرة عشان تتضرب في الخلاط. ودي بصلاية متوسطة برضو مقطعاها حتت صغيرة، بصلاية واحدة متوسطة، ما تحطيش كتير. وده كيلو الفول. وهنجيب الخلاط، انت براحتك، عايزه تعمليه على الكبه، عايزه تعمليه على خلاط، براحتك اللي متوفر عندك. احنا في الاول كده هنحط كل المقادير دي على بعض زي ما انت شايفه كده. ننزل بكل المقادير دي على بعض، بعد كده نقلبهم مع بعض وارجع لكم. زي ما انتم شايفين كده يا بنات، انا قلبت كلهم مع بعضه. ونسيت اقول لكم كمان ان هحط نص راس توم. ما تحطيش توم كتير، يعني هي نص راس. يعني كم واحد كده يا بنات، اللي مش عارفه الراس يعني واحده كبيره كده، هي نص كده كم واحد. هنجلبهم برضو معاهم وهننزل في الخلاط كده. انت براحتك، عندك خلاط عندك كبه، بس مش كل الناس عندها كبه، عشان كده قلت هنعمل بالخلاط، بيبقى ناعم وحلو وهش. اكيد كل الناس عندها خلاط، بس الكبه مش متوفره في بيوت كتير، فقلت هنبدا مع بعض كده نعملهم في الخلاط. وطبعا كوبايه ميه دي اساسي، عشان انتوا عارفين الخلاط مش هيشتغل من غير ميه. هناخد في كل مره نعمل فيها ربع كوبايه ميه. متقلقيش لو الميه زادت معانا، بعد كده نصفيها بمصفى اللي هي السلك دي بتاعه الرز. هنزل في الخلاط كده وهضرب معاك واحده واحده.
زي ما انتم شايفين كده يا بنات، بس صوت الخلاط عشان كده انا بفصل معاكم. زي ما انتم شايفين كده يا بنات، انا خلصت كل الكميه، مرضيش اطول عليكم. عملتها زي ما انتم شايفه كلها في الخلاط. بجيت اخد شويه شويه واعملهم في الخلاط واحطهم في العلبه وارجع اخد شويه تاني. وبالنسبه للميه بجيت اخد ربع كوبايه ربع كوبايه لغايه ما خلصت الكوبايه كلها، متقلقيش من الميه. لو زادت عندك هتصفيها بالمصفى اللي بتصفي بها الرز، اللي هي المصفى السلك. بس هي مش زايده ولا حاجه. دلوقتي مش هحط لها حاجه غير الملح بس. البهارات لو حطيتيها بهارات وكيستيها في الفريزر البهارات هتخليها تسود وتأكسد. لكن هو الملح بس كمادة حافظة، ومنها ان انتي تملحيها بس كده. خلاص كده انا حطيت لها الملح، وهبدأ ادخل الهواء جواها كده عشان لما نجليها كده تبقى هشة كده وطرية وحلوة. فتدخل الهواء جواها عشان تبقى هشة كده وحلوة. خليكم معايا، هتلفيهم كده بايديكي كده في اتجاه واحد، تفضلي تلفي كده يا بنات. خليكم معايا ثانيه بس اثبت التليفون. زي ما انت شايفه كده يا بنات، بندخل جواها الهواء كده زي ما انت شايفه عشان تبقى هشه كده وتبقى حلوه. بس كده الطعميه تمام كده، خلصت معانا. بعد كده نبدا نكيسها وهرجعلك بعد ما اكيسها عشان ما اطولش معاكي. طبعا الكميه اللي انت بتحطيها في الكيس على حسب استهلاكك. انا باخد مثلا، عارفه ان انا مثلا اسرتي هتفطر بكذا، لو هنتعشى بكذا، فانا هحط مثلا كميات قليله في الاكياس على قد اسرتي. انت نفس الحكايه، تكيسي على حسب العدد اللي عندك وعلى حسب ما بتاكلوا. هعملهم اكياس طبعا عشان احطهم في الفريزر. خليكم معايا، هكيس وارجعلك عشان مطولش عليكم. بصوا كده يا بنات، انا كيست الكميه كلها زي ما انت شايفه كده. بحط الكميه اللي انا عايزاها في الكيس وبخبط كده على الرخامه. وبعد كده بمسك الكيس كده وابدا كده الف كده، اطلع كل الهواء اللي فيها بكل سهوله كده. تروحي ربطاه زي ما انت شايفه كده ما تضمن ان هو مفيهوش اي هواء خالص. بعد كده اروح فرداه على الرخامه وافرده زي ما انت شايفاه كده. بعد كده زي ما انت شايفه الكميه كلها اللي معايا اهو عملت لي 8 اكياس. ادي 2 و2 4 و2 6 8، واللي في العلبه دول كيس عشان فطار. وخدنا دخلوا ولاد اختي وكده، فخدنا كيسين وفطرنا بيهم. يعني عملوا لي 11 كيس يا بنات، 11 كيس ب 28 جنيه. دي فوله مستورده يا بنات. انت براحتك، عايزه تجيبي البلدي هتفرق مثلا 2 جنيه او 5 جنيه، بس انا جايباها المستورده تبقى طعمها حلو خالص برضو وهتعجبكم وموفره معاكي جدا. فجايبه الكيلو المستورد ب 28. 28 عملوا لي 11 كيس. طبعا احنا فطرنا ب2 عشان الضيوف اللي دخلت، وادي واحده. يعني دول اللي متوفرين معايا 9. 8 هحطهم في الفريزر، ودي هحطها في التلاجة من تحت كده عشان فطار بكره. والاتنين اللي فطرنا بيهم دلوقتي ب8، يعني كده 11 كيس ب 28 جنيه. انت احسبيها هتلاقي ان الكيس وجع عليكي بحوالي 2 جنيه وربع، 2 جنيه وما في اقل من 2 ونص كمان. انت لو جبتي كيس من ده من بره مش اقل من 10 جنيه. شوفي انت وفرتي كام. غير لسه الفول بقى هكيس واوريهولكوا بعد ما يطيب، والبليله. كل ده هيوفر معانا. يعني عملنا وجبات كتير باقل من 55 جنيه. هحسبها معاكم في الاخر واوريها لكم. خليكم معايا لاخر الفيديو. اتمنى تدعمونا باشتراك ولايك، ولو استفدتوا ولو حاجه بسيطه من الفيديو اتمنى تشيروا الفيديوهات لاصحابكم عشان القناه تكبر بيكم وليكم. السلام عليكم. هرجع لكم تاني في البليله والفول، خليكم معايا. زي ما انتم شايفين كده يا بنات، البليله بتغلي على النار اهو، وكمان الفول جنبيها على عين التانية بيغلي. كمان الفول اهو يا بنات زي ما انتم شايفين بيغلي اهو. الفول دلوقتي عاملاه على نار واطيه زي ما قلتلك، زي الشمعة كده يا بنات، زي ما تكوني مطيه على الرز. انا مطيه عليه على الاخر وسايباه يستوي زي ما انت شايفه بيغلي كده على الهادي. هو كده خلاص. هيطيب بسرعه ان شاء الله على النار الهاديه دي. تغطيه وتسيبيه على النار هاديه مش هيكمل معاكي حاجه. كمان البليله هي يا بنات بتغلي
برضو البليله هوطي عليها دلوقتي. الفول زي ما قلت لك حطيته ربع ساعه على نار عاليه وانا مغطيه عليه بالغطا بتاعه. ربع ساعه على نار عاليه، بعد كده هديت عليه على نار واطيه وسبته مع نفسه. نفس حكايه البليله، ربع ساعه برضو على نار عاليه وبعد كده هدي عليها على نار واطيه واسيبها على نار هاديه تطيب. نسيت اقول لكم اول الفيديو يا بنات ان انا نجعهم من بالليل للصبح، الفول والبليله والفول المدشوش بتاع الطعميه التلاتة نجعهم من بالليل لغايه الصبح. دلوقتي لما صحينا بدأنا نشتغل فيهم. زي ما انتم شايفين كده. انا نسيت اقول لكم على الموضوع ده، بس لازم طبعا انتوا عارفين اكيد ان هو لازم يتبل الفول بتاع الطعميه وفول بتاع المدمس والفول والجمح. الفول بتاع الطعمية يا بنات كان طري وحلو لان احنا بليناه من بالليل للصبح. والفول التاني ده بتاع المدمس ما خدش طيبان خالص عشان احنا مبلينه من بالليل للصبح. زي ما انتوا شايفين كده يا بنات، الفول خلاص داخل على سوا. زي ما انتوا شايفين كده بيغلي على الهادي، انا حاطاه على نار هاديه خالص فبيغلي كده على الهادي. هغطيه طبعا تاني بالغطا بتاعه واسيبه يغلي كده مع نفسه لغايه لما يطيب على الهادي. مش هياخد وقت ان شاء الله كتير لان انا زي ما قلت لكم نجعته من بالليل للصبح. شايفين لون الفول يا بنات؟ معلش هو مش باين من البخار شويه، بس هو زي ما انتوا شايفين لونه حلو خالص. دي كمان البليله يا بنات خلاص انا طفيت عليها زي ما انتوا شايفه كده. هسيبها طبعا هو مش باين من البخار، بس زي ما انتوا شايفين في المرحله دي كده بدأ ايه يفشر كده والحبايه تتفلج نصين ويطلع الابيض بتاع الجمح من بره كده. زي ما انتوا شايفه كده خلاص هي استوت. هطفي عليها واغطيها واسيبها شويه كده. غطيتها وسبتها شويه يا بنات عشان زي ما قلت لكم عشان خاطر تستوي في السخونه بتاعتها. هي كده خلاص استوت خالص، بس انا هسيبها عشان ايه تزيد عليها سوا كده وتبقى زي الزبده، فغطيتها وسبتها. الفول هو اللي لسه شويه. وزي ما قلت لكم انا نسيت اقول لكم في اول الفيديو ان انا نجعتهم من بالليل للصبح. يعني نجعت الفول المدشوش ونجعت الفول المدمس ونجعت الجمح، كله نجعته من بالليل للصبح. الصبح كنت كده اشتغلت فيهم، فطرنا منهم. وزي ما وريتكم كيست الطعميه كده، وهكيس الفول والبليله وهوريهم لكم برده بعد ما يبردوا. وادي زي ما انتوا شايفين كده يا بنات البليله بدات تبرد وكيستها زي ما انتوا شايفين كده. عملتها اكياس وكمان طلعت 3 اطباق تاني، بس طبعا الولاد ما صبروش فاخدوهم ياكلوهم. يعني لو كيسناهم هيطلعوا اكتر من 7 اطباق. هكيس الفول برضو هرجعلك خليكي معايا. زي ما انتوا شايفين كده يا بنات الفول بدأ يبرد معايا وكيسته زي ما انتوا شايفين كده. عمل لنا 8 اكياس كبار، منهم 4 كبار و4 صغيرين زي ما انتوا شايفه كده. يعني الاكياس الكبيره دي ممكن تبقى على اكلتين عشان كبيره، والكيس الصغيره دي على اكله واحده. فزي ما انتوا شايفين كده عملنا 8 اكياس وكمان طبق كبير اهو للفطار بكره. يعني كده عملنا وخدنا طبق للفطار النهارده. يعني كده يبقى يعتبر 10 اكياس، منهم 4 كبار ويعتبر 6 صغيرين. التكلفه يا بنات الفول ده 30، الفول المدشوش 28 فول المدشوش، وده 30 والبليله كانت نص كيلو ب6. التكلفه 54 بالظبط يا بنات، 54 جنيه. شايفين عملت لنا وجبات قد ايه؟ هتوفر معاكي كتير. نجرب اعملهم بالطريقه دي هيوفروا معاكم. هي كلها 54 ولا 55 جنيه مش حكايه. وادي البليله حطينا عليها عسل وكلوا الاطباق التانية كمان. انا عملت حوالي 7 اكياس. اتمنى تدعموني باشتراك ولايك. سلام عليكم.